صباح الخير على كل اللي شايفيني وسامعيني دلوقتي. معاكم حاتم النجار، والنهارده هتكلم عن المشكلة اللي مصر كلها بتعاني منها. وانا النهارده مش جاي اتكلم عن دور الدولة في تنظيم الاقتصاد. الدولة ليها المسؤولين بتوعها، هم عارفين بيعملوا ايه، ومشاكل الدولة الاقتصادية هم يتصرفوا فيها. ولكن انا جاي اتكلم النهارده معاك انت ازاي هتتصرف في يومك في ظل الازمه الاقتصاديه دلوقتي. حدد اولوياتك، ايه الاهم عندك. واعتقد ان كلنا متفقين على 3 بنود مهمين جدا في حياتنا: الاكل والشرب، وكمان البيت، الأسرة يعني الزوجة والأولاد، وكمان التعليم والصحة. هم دولت أهم 3 أولويات تفكر فيهم دلوقتي في المشكلة الاقتصادية اللي بيعاني منها كل بيت. طب نعمل إيه؟ أنا مش بقولك احرم بيتك أو احرم نفسك عشان تواجه التضخم والزيادة في الأسعار الحاصلة دلوقتي نتيجة لارتفاع سعر الدولار. أنا مش بقولك كده، أنا بقولك نظم. بمعنى إيه التنظيم؟ كنت متعود تشتري مثلا كيلو اللحم دلوقتي ب 225 و 230 جنيه، وساعات بيوصل ل 240 جنيه. أنت النهاردة كنت متعود كل أسبوع على سبيل المثال يعني إنك تشتري كيلو لحمة علشان بيتك ياكل، المكون من الزوجة والأولاد. طب بعد إذنك الكيلو اللحمة ده خليه نص كيلو، وبلاش تاكل انت لحمة، ضحي عشان أولادك. كل خضار ورز وكل حاجة، بس الحاجة الغالية خليها لأولادك. أولادك انت المورد المالي الوحيد ليهم، خلي القوة المادية اللي فاضلة عندك لأولادك. انت خلاص كلت لما شبعت، واعتقد ان زوجتك اكلت لما شبعت من اللحمة مثلا يعني. بالنسبة لسلوكك الشخصي اثناء اليوم، لو انت متعود على 4-5 مواقف بتعملهم كل يوم والحاجات دي بتصرف منك فلوس، لو سمحت بدل ال5 مواقف دولت خليهم 3. ما احنا لازم نساعد، يعني احنا كل قوتنا ازاي ننظم المصروفات بتاعتنا. استغنى شوية عن رغباتك، شوية صغيرين، مش عايز اقول استغناء كامل، محدش بيستغنى عن الرغبات واستغناء كامل يعني، ولكن نظمها. بدل ما تشرب علبة سجاير في اليوم خليهم نص علبة، احسن ليك ولصحتك ولجيبك. على فكرة انا بكلمك وانا اكتر واحد مدخن في العالم، ولكن الظروف حكمت. نظم المصروفات بتاعتك. انت عارف يحصل ايه لما تنظم مصروفاتك انت او انا او اي حد بيسمعنا؟ التاجر اللي بيتحكم دلوقتي في سعر السلعة وبيغلي عليك ازازة الزيت ب 65 جنيه، الفرخة الكيلو ب 64 جنيه، لما يلاقي ان حضرتك وحضرتك وانا وكل الناس اللي سمعانا نظمت المصروفات بتاعتها ونظمت الشراء، البضاعة عنده هتزيد، ويخاف انه ما يبيعش او يخسرها تعطب يعني، فيكون النتيجة انه يخفض السعر. النتيجة الأكيدة انه هيخفض السعر. ليه؟ عايز يبيع بسرعة قبل البضاعة عنده ما تتلف او يحصلها اي مشكلة. فانت المستفيد، وانا وكل المجتمع مستفيد من تنظيم وترشيد الاستهلاك. بمناسبة كمان انا عايز بس اقول لتجار الفراخ الكيلو ابو 64 و65
وكيلو بانيه ابو 120 جنيه، ما تفرحوش قوي. خلاص الدولة عملت اعفاء او دخلت الاعلاف من حوالي اسبوع. معنى الكلام ده ان دورة حياة الفراخ بتاخد من الكتكوت للفرخة عشان تتباع في السوق بره بتاخد 45 يوم 50 يوم. شكرا على كده. يعني الفراخ غصب عنك، انا بكلم تاجر الفراخ، غصب عنك ابو 64 جنيه ده الكيلو بعد 40 يوم هتبيعه باقل من كده، يمكن كمان ال 35 جنيه الكيلو. فبلاش تشطر قوي علينا اليومين دولت. لسه هنتكلم في حلقات كتير ازاي ننظم استهلاكنا، ازاي نساعد نفسنا، ان لو كل واحد في المجتمع ساعد نفسه وساعد الاخر مصر كلها هتقف على رجلها في الازمه الاقتصاديه دي. كنت معاكم حاتم النجار، واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.